حرس الشرف جاهز للتفتيش سيدي. ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك صافح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبله صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد العزيز بن سلطان بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز المستشار بديوان السمو ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء السفارة المصرية بالرياض. كما صافح خادم الحرمين الشريفين أيده الله أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الذي يضم معالي وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف. وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أخاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في موكب رسمي إلى قصر الملك المفدى.